حكينا عن فائدة مثل هيك حملات للبلد، وشو مهمة يعني؟ مش قد مهمة مثلا. طيب بالنسبة لهيك حملات، أنت بتعرف قيمتها من يوم اللي أنت كنت موجوع ومألوم، ولهلا الألم والوجع موجود في المخيم وفي المناطق المدمرة كلياتها لأهاليها لحد ما رجعت عليها. القيمة اللي كنت أنت تشعر فيها في نتيجتها يوم تتعذب كل العذاب لتصدر صوت أو صورة عن فئة معينة فقط مريضة أو محتاجة لعلاج، ايش قد كنت تتعذب فوق الوصف. ايش كنت تتعرض لحملات تشويه ولا سرقه ولا غيرها لمجرد انك انت مديت ايدك لعند واحد مريض بدك تساعده. فانت هلا بعد ما تحررت سوريا وبلش الناس تشوف بعينها، تشوف القهر والواقع الحقيقي في عينها. الشباب اللي كان محروم يدخل سوريا حتى لو كان على المناطق المحررة سابقا اللي ضيقة قبل التحرير ما كان يقدر حتى يجي عليها لأسباب مثلا ممكن تضر فيه في لجوءه في مكانه، هلا صار يشوف في عينه، صار هو قادر يقدم. مين بيكون سنده ومساعدته؟ الأساس اللي كانوا موجودين الشباب اللي عندهم قاعدة بيانات حقيقية لهي الناس بالتعاون مع الحكومة، الشباب اللي كانوا عم يشتغلوا المنظمات، فريق ملهم، استجابة طارئة، بنفسج وغيرها من المنظمات كانت فاعلة وما زالت فاعلة لحد هذه اللحظة. هذا كلياته لإيش بدل؟ بدل لأنه لازم العجلة الشفاء تكون أسرع، عجلة الاستشفاء حقيقة إذا بدنا نحكيها بشكل أفضل تكون سريعة بشكل أكبر. الوقت صار بوقت قصير. انت عم تحكي لي اليوم عن اكثر من 400 عمليه مثلا، 130 دكتور، انت عم تحكي في 6 ايام انت قمت في انجاز. هلا مجموعه الاطباء 130 طبيب جراح بيتحدى انه خلال 6 ايام انك تقدر تعمل 400 عمليه او 450 عمليه. هذا شيء وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يعني هون لازم تتنافس. هلا التنافس بلش. مره قلناها قبل ونحكي في المنتديات للناس، كانت وسيله التواصل بيننا وبين اهلنا اللي موجودين وشبابنا في أوروبا وفي تركيا وفي غيرها هي السوشيال ميديا. كنا نوجه لهم نداءات نحاول نوعيهم، ادرس، اتطور، جهز أمورك. قلنا لهم أنتم عليكم العلم والدراسة ونحن علينا الحرب. أنا ما بنسى، قلت لهم نحن قدها. هلق نحن وفينا في وعدنا، هلق الباقي على مين؟ الباقي على الكل إنه يوفي في وعده. والله يعطيهم العافية. هي أول دفعة من الأطباء بالتعاون مع فريق ملهم والشباب اللي قائمة على كل هذا العمل بلشوا يوفوا في وعدهم، ومنتظرين من الباقيين اللي إسا الله يمسها وعمل حاله ما له خبر. وجه له الرسالة، ارجع على السريع. والله العظيم بنبش الارشيف. ها يا اهلا وسهلا. وبندعيهم كلياتهم، حتى اللي ما بده يرجع يستقر او حياته ما بتسمح له يرجع يستقر، بندعيه انه ولو بالسنه اعمال حمله ومجموعه وقوم فيها وانطلق. اعمال عمليات، ادويه، كل الاطباء ما شاء الله السوريين معبيين الدنيا كلياتها واختصاصاتهم متنوعه. ودائما ما هو تقليل والله بأي طبيب آخر، ولكن الطبيب السوري مطلوب أينما كان. فما بالك أهله هلق موجودين هون. هلق الأجر يوم اللي كنت تقول يا ريتني كنت معهم بس ما بقدر أكون معهم في الحرب، هلق فينا نقول لك الطريق مفتوح لك ونزيل. ولا تقول لي كيف، هي بلدك أنت بتعرف كيف. الأطباء موجودين، وزارة الصحة موجودة، صار في حكومة تعال نسق معها، صار في منظمات هي موجودة أساسا من قبل. قل لك كيف بدي أعمل، بتأسس لك الطريق وأنت بتنطلق فيه. شكرا كثير لك. لا يكتروا مصاري على العالم، خليها ببلاش كلياتها.